شباب اولى ثانوي جميع انحاء الجمهوريه، ازيكم عاملين ايه؟ معاكم مستر مايكل عاطف من قناه هنذاكر ماس. النهارده هنحل التقييم بتاع الاسبوع العاشر. هنبدا كده مع بعض بموديل 1. بيقول لك form the determinant of the coefficient of the equations، ومديك كام equation؟ مديني 3 equation. من الاخر كده عاوزنا نجيب الاكس، عاوزنا نجيب الواي، عاوزنا نجيب الزد. بس نوت في مشكله كده صغيره قابلتنا. ايه هي المشكله؟ ان انا معايا اكس وواي، هنا معايا واي وزد، هنا معايا اكس وزد. من الاخر كده المفروض ان انا كان يكون معايا تو ايكويشن ويكون فيهم نفس الكوفيشن. يعني مثلا هنا اكس وواي يبقى هنا اكس وواي، وكنا بنشتغل عن طريق الديترم اللي هو نجيب الدلتا ودلتا اكس ودلتا واي and so on. او حتى لو هما كانوا فيها اكس وواي وزد كنا برضه من ايه، بس لازم يكون 3 ايكويشن. هنا هو لعب على حته بقى معينه. ايه هي بقى الحته دي؟ نرجع كده لقطه كده صغيره كده للبريب 3. ان انا هاخد من اول ايكويشن هعمل بيها سبستيتيوشن في ايكويشن نمبر 1 او 2، من حيث يبقى في بس 2 فاريبل في التو ايكويشن. مش فاهم قصدك يا مستر؟ بص كده معايا. انا دلوقتي معايا الاكس بلس ال 2 واي بايكوال 1. ايه رايك لو وديت ال 2 واي اللي رايت هاند سايد واعمل تشينج للسايد؟ مش فاهم قصدك. يعني تبقى كده الاكس تبقى بايكوال 1 ماينس ال 2 واي وبروزها. هو ايه اللي انت عملته ده؟ بنقول لك ديترمين يا مستر، ايه اللي انت اشتغلت؟ هقول لك دلوقتي لحظه واحده. انا هنا معايا واي وزد، تمام. هنا بقى في اكس وزد. طب انا ممكن اشيل الاكس واحط مكانها ايه؟ 1 ماينس ال 2 واي. ماشي يا مستر كده. طيب كمل كده وريني هنشوف هتعمل ايه. طيب اول ايكويشن اللي هي الثانيه دي هتنزل زي ما هي، يبقى انا هنزل ديت ايه زي ما هي اهي 3 واي ماينس الزد بايكوال ال 1. لما جيت عند الايكويشن اللي هي الثيرد لقيت بقى في اكس، هشيلها احط مكانها 1 ماينس ال 2 واي. بس دي ملتبلاي كام؟ ملتبلاي 2 باي 1 ب 2 ماينس ال 2 باي النيجاتيف 2 واي يبقى نيجاتيف 4 واي. الكلام ده كده بلس الزد بايكوال ال 1. وهودي ال 2 في الرايت هاند سايد، يعني الخلاصه هتبقى بالشكل ده. هتبقى عباره عن نيجاتيف 4 واي بلس الزد بايكوال، هنودي ال 2 في الرايت هاند سايد بالماينس يبقى 1 ماينس 2 بنيجاتيف 1. وبقت دي الايكويشن كمان ودي الايكويشن. الخلاصه هتعمل ايه بقى؟ دلوقتي بقى معايا تو ايكويشن فيهم التو ذا سيم تو فاريبل اللي هم مين اهي. دي فيها واي وزد، دي بقى فيها واي وزد، والكونستنت نمبر بعد الايكوال. حلو جدا. كنت بتشتغلها بقى ازاي انت؟ احنا كنا بنقول لك عن طريق المالتيبليكيتيف انترز، بس الخلاصه انا مش هشتغلها بصراحه عن طريق كرامر او عن طريق المالتيبليكيتيف انترز. امال انت هتشتغلها ازاي؟ انا هشتغل عن طريق الكالكوليتور وبأثر على نفسي. هتقول لي مثلا بس هو قال لي نوت في الاسئله في اللي يعني في التقييم كان قال لي استعمل ايه؟ استعمل الديترمن. هقول لك السؤال اصلا بتاعه دايما بيجي في اللي تشوز. فطب احنا كنا بنعملها ازاي؟ طب بالكالكوليتور واشتغلها لي برده حضرتك على السبورة. حاضر. هتجيب الكالكوليتور وهتدوس مود 5. بص بقى هتدوس مود 5 كام؟ مود 5 1 تاني. مود 5 1. هتلاقي بقى معاك الايكويشن الاولى دي 3 واقوم دايس ايكوال ونيجاتيف 1 واقوم دايس ايكوال وبعدها 1 وايكوال. الايكويشن اهي الثانيه انا هستعمل دي ودي. طب والاولى؟ الاولى دي انا خلاص عملت بيها سبستيوشن هنا وهنا. لما هجيب الواي من التو ايكويشن اللي تحت هعمل بيها سبستيوشن هنا هجيب الاكس. ماشي. ادي نيجاتيف 4 1 ونيجاتيف 1 وادوس ايكوال. طلعت لي اول، بص خلي بالك دايما بتبقى موجوده اكس وواي. الاكس المقصود بيها اللي هي الترم الاولاني اللي هو مين؟ هو بتاع الواي. يبقى الواي معايا طلعت اهي، انا جبتها. الواي طلعت بزيرو والزد طلعت بنيجاتيف 1. طب ماشي يا مستر بعدين دي لو انا كنت هشتغلها بالكالكوليتر. طبعا انا جبت الواي بزيرو هعمل بيها سبستيوشن تطلع الاكس كمان ب1. طب وريني بقى لو انت كنت عايز تعملها يا مستر بالديترمن، عشان بس ايه انا برضو شاكك ممكن تيجي في الاسئله. عمرها ما بتيجي بس هقولها لك. اول حاجه كنا بنقول لك هات الدلتا. تاني اجيب ايه؟ اجيب الدلتا. ماشي. ايه الدلتا دي؟ تعالى. الدلتا دي تبقى عباره عن الديترمن، بتكون عباره عن الكوفيشن الواي كوفيشن الزد كوفيشن الواي كوفيشن الزد. يعني 3 نيجاتيف 1 نيجاتيف 4 1.
كنت بتفك زي الديترمنت، كنت اقول 3 باي 1 ب 3 ماينس نيجاتيف 1 باي نيجاتيف 4 ببوزيتيف 4. 3 ماينس ال 4 بنيجاتيف 1، سيبها. بعدها كنت بتجيب دلتا اكس، وهنا هو طبعا دول مش اكس وواي، مش اكس وواي او اكس واي وزد، ديت الاول التو ايكويشن شغال فيهم هم واي وزد، يبقى دي دلتا واي، سوري دلتا واي. قلنا لك دلتا واي انهي واحده فيهم دلتا واي؟ اهي ال 3 والنيجاتيف 4، شيلها وحط مكانها كونستانت نمبر اللي هو 1 ونيجاتيف 1 بس كده، ونزل التاني. ادي نيجاتيف 1 1، اعمل برضو كروس، ادي 1 باي 1 ب 1 ماينس نيجاتيف 1 باي نيجاتيف 1 اللي هو بوزيتيف 1، يبقى الناتج طلع بزيرو. هقول لك لحظه، هات لي كمان الدلتا زد. ازاي كنا بنجيب برضو الدلتا زد؟ نفس الكلام اهوت، برجع اهوت عند الدلتا زد اللي هو كان السكند كولوم، السكند كولوم دوت هو اللي هيتشال واحط مكانه 1 ونيجاتيف 1، ادي 1 ونيجاتيف 1 وانزل الفيرست كولوم، ادي 3 ونيجاتيف 4. هعمل برضو زي ما اتفقنا 3 باي نيجاتيف 1 بنيجاتيف 3 ماينس 1 باي نيجاتيف 4 بنيجاتيف 4. نيجاتيف 3 بلس 4 يعتبر يبقى دي ب 1. خلاص اجيب بقى دلوقتي مين؟ اجيب دلوقتي الواي. كنا بنجيب بقى ازاي الواي؟ بنقول عباره عن دلتا واي اوفر الدلتا. وازاي اقدر اجيب كمان الزد؟ عباره عن شاطر دلتا زد اوفر الدلتا، ادي ايكو. يلا الدلتا واي معايا بكام؟ بزيرو اوفر الدلتا نيجاتيف 1 طلعت بزيرو. دي نفس اللي فوق كان الزد عباره عن دلتا زد اللي هي عباره عن ال1 اوفر الدلتا نيجاتيف 1 اللي هي طلعت الناتج بنيجاتيف 1، يبقى الزد بنيجاتيف 1 الزد بنيجاتيف 1. شوف انا الشغل اهوت مظبوط وبتاكد. اخر حاجه الاكس هعمل بيها سبستيتيوشن، الاكس بايكوال 1 ماينس 2 واي، يعني 1 ماينس 2 باي 0 بايكوال 1 ماينس 0 اللي هو ب 1. وده برضه انا جبته. يبقى انا كده مسالتي خدت لها طريقتين، خدت طريقه ليها سهله واخدت طريقه ليها طويله بس برضه وصلت. اوكي ده كان بالنسبه لي equation نمبر 1. تعال نشوف equation نمبر 2. بيقول لك a lamppost of length 6 meter and its shadow. يبقى انا دلوقتي معايا اللمبه اهو ايا كانت، بص عشان نبقى مقصرين يعني مع بعض. فموضوع الاليفيشن او الديبريزيشن او ان هو جاي اصلا دخل كان في الرايت ترينجل او ايا كان، انت دايما ارسم رايت ترينجل وريح دماغك اهو، دايما ارسمه. قال لي هو بقى اللينس بتاع اللامب بوست يعني يوصل بيه الهاي بكام؟ ب 6، اقوم جاي حاطط عند دوت هو السي and its الشادو اوف اللينس بتاعه ب 3. الشادو يعني ايه الشادو؟ يعني لو انت دلوقتي معاك الشمس اهيت من هنا ودوت اهوت كانه عمود او ايا كان يعني اللي هو يعتبر عمود بتاع النور، وانت جات عند الشمس كده اكيد هيعمل شادو ليه من هنا، يبقى اوريدي اهوت الشادو اللي هو بكام؟ اللي هو ب 3 اللي هو يعتبر البيس بتاعتي ادي ب 3. ذا جراوند اهو هو قال لك هو كان على الارض. خلاص فاين ذا انجل اوف الاليفيشن. قلنا عندنا حاجه اسمها elevation ديبريزيشن. تاني elevation ديبريزيشن. elevation يبقى انا هبص لفوق يبقى هي الانجل دي، وعلى فكره برضو في الديبريزيشن هي برضو بتبقى الانجل دي لان اوريدي احنا بنجيبها كده وبتبقى دي هي دي عن طريق الالترنيت. ما علينا، يبقى انا عايز اجيب الثيتا دي بس يا سيدي، هو ده اللي هو عايزه. اجيبها ازاي؟ باختصار الثيتا بتاعتي اهي. انا دلوقتي وانا واقف اهوت عندها، مين اللي معايا؟ معايا مستر الاوبوزيت ومعايا الادجيسنت. تاني بالنسبه للثيتا اهي بتاعتك، انت معاك ايه؟ معاك الاوبوزيت ومعاك الادجيسنت. ايه القانون اللي كان يكون جاي لي فيه؟ الاوبوزيت والادجيسنت التاني. خلصت. يبقى انا هقول له تان ثيتا ايكوال الاوبوزيت اللي هو 6 اوفر adjacent اللي هو 3 اللي هي تطلع ب 2. طب ماشي، هو مستر هو عاوز الانجل، قلنا لك ساعتها بتعمل الثيتا بتدوس شيفت تان 2 وهتطلع لك الانجل. تجيب الكالكوليتور شيفت تان 2 ودوس على 3 كام، طلعت ب 63 degree 26 minute. اوكي طب بص كده a kite has a string of length مش عارف ايه. برضو من قبل ما اكمل هرسم رايت ترينجل في البدايه، ادي اهو ده مستر رايت ترينجل. بس ما تتوهش نفسك. اوكي بيقول لك الكايت دي اللي هي الطياره الورق اللي احنا بنطيرها، مش ده بالحبل دي انتوا بتيجوا تفضلوا ايه تطيروه.
احنا دلوقتي السترنج دي مقصود بيها كلمه اللي هو الحبل بتاعه. اوكي، سترينج اوف اللينس بكام؟ ب 40. انت دلوقتي الحبل كله طوله 40، انت دلوقتي هو هتطير، فانت كده طيرت فرضت الحبل قد ايه؟ ال 40 متر. يبقى هو ده اللي هو مين؟ اللي هو الهايبوتنس اهو 40. كانك انت واقف هنا اهو، انت واقف اهوت هنا وماسك اهوت الحبل وبالطياره هي الطياره اهي، هي هنا اهوت دلوقتي اهي كده. طيب اللينس if the angle made by the string اهو string with the horizontal اللي هو على الجراوند اللي هو على الارض ground equal 50، يبقى الانجل دي بكام؟ ب 50 degree. كمل معايا find two nearest meter the الهايت اهو الهايت of the kite above the ground، عاوز يعرف الاتش بكام. حلو، معاك السيتا؟ معايا مستر السيتا، ومعايا كمان ده بيمثل لك مين؟ الهايبوتنس. ايش عرفك؟ دايما الانجل اللي ب 90 السايد الاوبزيت ليها هو الهايبوتنس. اوكي، ومعايا الهايت. طيب انا واقف هنا يعتبر عاوز اجيب ايه؟ الاوبزيت، ومعايا مين؟ الهايبوتنس. اوبزيت وهايبوتنس ده قانون ساين. ساين هو بتاع الاوبزيت والهايبوتنس. هقول له ساين ال 50 بايكوال الاوبزيت اللي هو عباره عن الهاي اوفر الهايبوتنس اللي هو 40. هتعمل كورس مالتيبليكيشن يبقى 40 باي الساين 50، يعني الاتش بيكوال 40 ساين 50 ادي 40 ساين 50 طلعت بالاتش بيكوال approximation 30.64. طبعا لو انت ما لقيتهاش طبعا موجود اصلا بالديسمال في قلب اللي تشوز، فانت على طول بتشوف اول ديجيت اللي هو ال 6 5 او above، يعني 5 فيما فوق دايما بيكون ايه؟ بيقوم مديني ال 31. ال 30 يعني هيعمل لها بلس 1 تبقى 31 متر. ادي يا سيدي كام بالنسبه دي equation نمبر 3. على كده نكمل كلامنا في equation نمبر 4. بيقول لك find the vector of the equation of the straight line passes by the ايه بقى؟ the point 1 1 and parallel the line الايكويشن ده. ركز بقى معايا، هو قال لي ان التو ايكويشن يعتبروا هما الاثنين بارلل، وطالما هما الاثنين بارلل يبقى ده معناه ان السلوب ايكوال السلوب تاني. طالما انا معايا تو ايكويشن والكلام ده كان من بريب 3، لما يكونوا بارلل ده معناه ان السلوب في الفيرست ايكويشن ايكوال السلوب في السكند ايكويشن طالما هما الاثنين بارلل. اوكي، ايه اللي انت عايز تقوله بقى؟ انت دلوقتي معاك بوينت، اوريدي البوينت احنا لما كنا بنيجي نجيب السلوب بتاع 2 بوينت كنا بنقول y minus y1 y1 minus y2 over x2 minus x1. تمام، هو ده اللي انا هعمله هنا. هتبقى y minus ال y1 اللي هي ب 1 over x minus x1 اللي هي برضو ب 1 equal ال m2 اللي هو السكند سلوب. طب ديت ايكويشن ازاي كنت بقدر اجيب السلوب بتاع ايكويشن؟ اتفقت معاك الناس بيكونوا الاكس والواي موجودين مع بعض سواء في الليفت او في الرايت. اوكي، موجودين هما الاثنين مع بعض في الليفت. خلاص، كنا بنجيب ازاي السلوب؟ عباره عن نيجاتيف كوفيشن اوف الاكس اوفر الكوفيشن بتاع الواي. كوفيشن الاكس بايه؟ ب 1. احنا بنقول نيجاتيف الكوفيشن بتاع الاكس يبقى نيجاتيف 1 اوفر الكوفيشن الواي اللي هو بنيجاتيف 1. طب ما هو نيجاتيف 1 اوفر نيجاتيف 1 يديك ايه؟ يديك البوزيتيف 1. طب ماشي يا مستر بعديها. ما هو احنا بقى دلوقتي كده في الفورم بتاعت الكارتيجيان ان الواي ماينس واي 1 اوفر اكس ماينس اكس 1 بتكون ايكوال ال1 اللي هي كانت بتكون ايكوال الفيكتور اللي هو الواي اوفر الاكس. تاني الحته دي، هو النوت هو عاوز ايه؟ عاوز الفيكتور بتاع الايكويشن. هجيبه ازاي؟ هجيبه عن طريق الايكويشن كده قصادي، خليت السلوب ايكوال السلوب، بقيت انا كده في الفورم بتاعت الكارتيجيان. مش انت كان معاك بارامتر الكارتيجيان الجنرال دي اللي كانت في النص؟ طب انا كنت استفيد ايه؟ كنا بنقول لك لو غيرت البوينت هنا، غيرت يعني اللي هو النمبرز دي تبقى 1 و1 يبقى انت كده جبت البوينت. طب لو عايز اجيب بقى الفيكتور هيبقى y اوفر الاكس اللي هو موجود هناك في الرايت. طب ما هو كوت يبقى الفيكتور على طول هيكون بايكوال، ما هو بوزيتيف 1 يعني 1 اوفر 1، واحنا اتفقنا اصلا اي اول نمبر الدينومينيتور بتاعه يبقى ب 1، فيبقى كده اهوت 1 و 1. ده كده الفيكتور. طب equation number 5 if the straight line 3x plus 2y equal 6. ركز معايا عشان السؤال دوت يعني لافف شويه. the intersect the two axes x و y. تعال كويس ارسم كده معاك الاكسس اهي. على فكره الرسمه دي هي اللي هتفهمك المساله. ماشي، بعدها ادي اهوت 1
2 3 4 وبرضه 1 2 3 4 ادي y x x داش y داش. ركز معايا، بيقول لك دلوقتي ان ذا تو اكسس x و y ات زائد 2 بوينتس a و b ريسبكتيفلي على الترتيب، يعني البوينت a هي اللي قطعت الاكس. ماشي حلو جدا. البوينت A هي اللي قطعت الاكس والبي هي اللي قطعت الواي. طب وايه المشكله؟ هو انا دلوقتي اهو، خليني بقى اخد معاك اهو بقى كده، ادي الاي اهي وادي البي. بيقول لك ان الاي قطعت الاكس، هو انا لو قطعت الاكس هنا او هنا، خلينا هنا وقت ايا كان، يعني الواي تبقى بكام؟ بزيرو. يعني انت تقصد دلوقتي يا مستر لو انا قطعت الاكس يبقى او عملت انترسكشن مع الاكس يبقى انا كده الواي بتاعتي بزيرو؟ طب ما هي الايه قال لي يا مستر انها انترسكشن مع الاكس يبقى الواي بزيرو. طب والبي قال لي انها انترسكشن مع الواي يبقى مين اللي بزيرو؟ الاكس. تاني الحته دي قطعت الواي، يعني انت واقف هنا الاكس تبقى بكام؟ بزيرو. يبقى انا اهوت لما قطعت الواي الاكس كانت بزيرو. طب كم؟ طب ما هو كده يا مستر دي هتبقى اكس ودي هتبقى واي، هتجيبهم ازاي؟ هقول لك ما هو اداك ايكويشن بقى عشان تعمل بيها سبستيوشن. ايه ده؟ يعني انت توصل دلوقتي البوينت الايه هو كده الواي فيها بزيرو، هروح هنا اعوض عن الواي بزيرو، تبقى دي كده اختفت، بقت 3 اكس بايكوال ال 6 وادي 3 بالديفايد بقت الاكس ب 2. يعني انت تقصد كده ان البوينت دي بقت عباره عن 2 0. حلو جدا. طب وهنا مين اللي بزيرو؟ الاكس، يبقى انا هخبي الاكس خالص، ما هي 3 باي 0 بزيرو كده اختفت، بقت 2 واي بايكوال ال 6، هتبدي ال 2 برضه بالديفايد يبقى ب 3، يبقى بقت 0 و 3 بس كده خلصت. وضحيتها بكده مثلا الرسم اهو 2 0 2 و0 يبقى البوينت اهيت هنا اللي هي اسمها الايه. طب ودي 0 و3 ادي 0 وهطلع كده 3 ووصلهم ببعض. هو بقى بيقول لك ان دي اللي هي الاو اللي هي الاوريجن بوينت. هو بيقول لك بقى عايز الاريا بتاعت ترينجل الاو اي بي. طب ما هو دوت يعتبر كده رايت، ومعاك البيز ب 2 ومعاك الهاي ب 3 اللي هو الواي. طب ما هي الاريا اوريدي خلاص كده انا جبتها، عبارة عن هاف باي بيز باي هايت، يبقى بإيكو الهاف باي البيز 2 باي الهايت اللي هو ب 3، يبقى الناتج كده ب 3 لين سكوير يونت عشان ديت اريا. ادي يا سيدي اهوت كان كويشن نمبر 5. اتمنى بس ان تكون انت اهوت الفكره دي وضحت لك وان انا وضحت لك اهوت كان اهوت على الجراف. طيب انا كنت اكون خلصت الحمد لله موديل 1. بالنسبه لموديل 2 موديل 3 هم نفس الافكار. طب انت ليه مستر طب مش هتحلهم؟ بص يا شباب، احنا دلوقتي بقيت بحاول ان انا هنزل لك باذن ربنا الريفيجن بتاعي الشهر بتاع ابريل. فاوريدي انا دلوقتي ما عنديش وقت، فلازم ابتدي ان انا اقصر شويه في ده، بنحس ان احنا برضه بنحله بجانب ان انا بجهز لك الريفيجن القوي باذن ربنا اللي هتساعدك في الفاينل وكمان في امتحانات الشهر قريب جدا. خلاص طبعا ما تنساش طبعا تعمل لايك تعمل شير للفيديو لبقيه زمايلك عشان يستفادوا زي ما انت استفدت. ما تنساش تكتب كده كومنت حلو لو كان الفيديو عجبك. في النهايه احب اقول لك لو خايف من الماس مستر مايكل هو الاساس. سلام.